في نظركم واش المنظر ديال بوليسي شاد شي فورو كيزرق فيه في وسط الشارع مازال مقبول في 2024؟ طبعا ماشي مقبول. طبعا هذا كنعتبروه من الامور اللي من العهد البعيد، من العهد ديال دريس البصري، ما بقاتش في عهد العهد هذا. وفعلا هذا هو الواقع، ولكن كاين بعض البوليس مازالين ما مقتنعينش بهذا الواقع هذا اللي تبدل، وبانه الاداره ديال الامن خصها تكون في خدمه المواطن ماشي في خدمتهم هما. ماشي لانك انت بوليسي تعصبتي تشد مواطن وتبدا تصرفق فيه في وسط الشارع. هذا اجراء، هذا واحد الحاجه غير مقبوله، وكنظن انا حتى ادارات الامن ما بقاتش كتقبل هذا الشيء. وكل ما كتشد بوليسي كيتجاوز القانون بطريقه ماشي معقوله كتاخذ معاه اجراءات، وهذا الشيء وقعوا في حالات كثيره. الحاله ديال اليوم هي ديال واحد شيفور ديال الطاكسي في مدينه الناظور. اللي وقع له حسب مصادر ديالي من مدينه الناظور انه هذا السيد هذا كان ماشي بالطاكسي ديالو، ركب جوج ديال الناس في الليل، ركبهم داهم واحد المراه وواحد الراجل. واحد الراجل كان غيمشي لواحد الحي سميتو بويزرزان جوطيه، والمراه هي الاولى كانت غتمشي للحي سميتو بلانكو. ملي داها السيد لديك البلاصه باش يطلع الاخر البويزرزان خصو يضرب واحد 4 ولا 5 كيلومتر عاد يلقى الدخله ديال الدوميتور. فاش دار السيد قال اجي رجع مشاريع لان كاين غير واحد 50 متر، طبعا هذا خرق قانوني ما كانش خصو يديرو. هو قال بانه رجع غير 50 متر ونطلع معاه واحد الدخيله من تما. ملي كان راجع مشاريا دازو حداه البوليس ما شافهمش، لانه كان كيشوف الجهه الاخرى في مشاريا. دازو حداه ما شافهمش، يمكن شيروا له على حسب ما كيقول المصدر، يمكن شيروا له ما شافهمش. رجع وطلع، ملي طلع هما داروا الدوميتور ورجعوا عنده، داروا الدوميتور في ديك البلاصه، ما مشاوش حتى 4 5 كيلومتر، انما لان هذه ملاحقه عادي انهم يديروا الدوميتور تما. طلعوا تبعوه وقفوه. ملي وقفوه نزلوه وبدا عليه ديك البوليسي اللي كيبان في الفيديو، راكم كتشوفوا في الفيديو، بدا عليه بواحد التصرفات شويه قاصحه. فين هي كوكا، فين هي كوكا، كيغسل الكوكايين، واش ما كتشوفش، ومالك، واش كذا واش كذا واش كذا. دفعوه بالجهد. الراكب اللي معاه نزلوه فتشوه ما لقاو عنده حتى شي حاجه، لقوه يمشي في حاله. بقى معاهم السيد الاخر، واحد الساعه بدا كيصرفق فيه البوليسي في وسط الشارع، جالس كيصرفق فيه بحال اللي زعما ما كاين حتى شي مشكل انه يصرفقوا، رغم انه ما شد عنده ولا شيء. الاشكاليه هو انه ما شد عنده ولا شيء، ولكن بدا كيصرفق فيه. من بعد هزوه داروا له المحضر. شني في المحضر؟ لا ما لقاو عنده حتى شي حاجه، ما لقاو عنده لا كوكايين لا حتى شي حاجه. السيد كان خدام باش يوصل السيد ويمشي في حاله. ملي ما لقاو عنده والو، ما لقاو عنده حتى شي حاجه، داروا له عدم الامتثال. تخيلوا معاي عدم الامتثال، وهو ما عندوش حق الاوراق، لان الاوراق لقاو عند مول الطاكسي. جا مول الطاكسي تسلم السياره ديالو، داروا له المحضر حتى هو مشى. والاخر شدوه، ملي قالوا الوكيل الملكي شني كاين شني كاين، قالوا تلقوه قدموه في حاله صراحه. يعني ما عنده ولا شيء السيد، ما عنده ولا شيء. تكرفس عليه بوليسي. طبعا انا ما كنحملش الاداره ديال الامن كل هادشي، ولكن بحال هاد النماذج ديال هاد البوليس ما خصهمش يبقاو، خص يتحاربوا. ما يمكنش حنا نشوفوا اليوم في 2024 بوليسي. حنا على مقربه لتنظيم كاس افريقيا، على مقربه لتنظيم كاس العالم، والدوله كتوجد سميتو، وكاين نماذج كيسيئوا ماشي غير لصوره الامن، كيسيئوا لصوره البلد كامل. هاد النماذج خصهم يتحاربوا، ما يمكنش يبقاو. ما يمكنش انا تجيب لي بوليسي لان معصب، لان ما وقفلوش المواطن يجي ويشدو ويصرفق فيه. لا، ما وقفلكش المواطن عنده عدم الامتثال، دير له محضر، من حقك طبق معاه القانون، لان انت كتطبق القانون. انت ماشي ديرش راه يديك، ماشي تشد المواطن سميتو. نفهم انه توقفوا بعنف لو كان هو قاوم، لو كان هو مجرم عنده سوابق، لو كان الا كانت شي حاجه كتستدعي انك تستعمل معاه العنف. اما السيد ما قاومش كيف كيبان في الفيديو، ما دار حتى شي مقاومه وجالس كتصرفق فيه، هادشي راه ماشي حق. في 2024 ما خصش يكون عندنا هاد النماذج هادو في اداره الامن وكيسيئوا ليها.